الله الرحمن الرحيم. بلوغ المرام من أدلة الأحكام برتما. كتاب الطهارة. كتاب الطهارة طهارة ذبة. الكتاب لغة الضم والجمع، أي الضم بعد الحروف إلى بعدها. واصطلاحا الكتاب جتون أمو كتاب جتون اصطلاحا الألفاظ المشتملة على كتاب جتون لغة الضم والجمع. اصطلاحا ألفاظ موصوصة مشتملة على فصول، على أبواب وفصول ومسألة غالبا جني. أموه كتاب الطهارة جتون لغة النظافة، واصطلاحا النظافة من كل مستغبر يمنع سعة الصلاة. إنما بدأ المصنف كتابه بالطهارة لعلة ثلاثة، أحدها تكون سمو تقديما للأمور الدينية على غيرها، وهي الصلاة، واهتماما بأهمها وهي الصلاة، واتباعا لسنة المصنفين في ذلك غالبا جني. باب المياه. باب المياه باب أنا بشان تدبتني. الباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، ومن خارج إلى داخل، حقيقة في الإجرام كباب الديار، ومجازا في المعاني كباب المياه. واصطلاحا ألفاظ موصوصة ضالة على معان مشتملة على فصول ومسألة غالبا. المياه مياه جتون جمع مياهني، إنما جمع المصنف المياه باعتبار أقسامه الثلاثة: طاهري مطهري في متنجس جتون. مياه بشان جتون مالي جوهر سيال شفاف يتلون بلون إنائه، يعني شفاف قليل جتون. طاهر كيف طهارة هن من طهر بشان طوطوفها بشان هجافها. أمو طاهرين كيف طهارة هن ما طهروا، وهو ما نبع من الأرض أو نزل من السماء. متنجسين أمو ما وقعت فيه نجاستني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أذكر حديثا سيودي سجع أحمد بن هجر العسقلاني نكجو. أذكر حديثا عن أبي هريرة وعن غيرها بواسطة أسانيد الرجال منها هنا إلى آخر الكتاب جيت. أذكر حديثا عن أبي هريرة وعن غيرها بواسطة أسانيد الرجال منها هنا إلى آخر الكتاب. أبا هريرة قاين نقبني في جانك. أبا هريرة رأين سيودي سواسطة رجالاتين. قال أبو هريرة نجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول النجا في البحر في حكم ماء البحر، حكمي بشان بحر التنجي. البحر جتون الماء الكثير أو المالح جني. الماء المالح أو الكثير بشان الدنيا بحر نمجان جتون. حكمي بشان بحر كيستين سراء ديسا سببان أمو دبتو آيات هنا أكاجان إنا نركب البحر ومعنا قليل من الماء فإن تودعنا به عطشنا أفنتودأ بماء البحر. أن راكبا جمان تكو جاءوا إلى النبي فقالوا أكاجان إنا نركب البحر ومعنا قليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا وإن
أفنتوضأ بماء البحر يعني بشاوات قوية عنا هم سني يودو أن نرادما ندبونا بشام بارسو جدا رقونا مانتاني بشام بارت نودو أن جنين فقال النبي ما الجاني هو الطهور ماؤه. هو أي مكان ماء البحر يعني هو أي مكان ماء البحر لئلا يصل إرجاء الضمير إلى نفسه يعني هو أي مكان ماء البحر بكتين بشان باركون تان بك بشان سا طهرا خبقتين سا هلاليتي هو بشان طهر بشان بارنجان هو أي مكان ماء البحر الطهور ماؤه ولل ميتته بك بشان سا طهراتي تبغتين سالين هلاليتي والمراد بالميتة كان فنمو ميتة الجراد وميتة السمك معنا أول نسخة أول نسابي خلونا معنا جتشو خلا أول نسني أصل إنسان خلونا مرة فرن خلونا نقو فرن قوقو هاتشاتي وقو أسير راهوريا هو أي مكان ماء البحر الطهور ماؤه ولل ميتته دوبا بشان مرة قابته ولل ميتته ماليون ونجان تتميما للفائدة يعني فإذا بحرك أبو فتو في فلان إسام بشان مرة قابته سلامه الجواب على قدر السؤال جان وننبين ولل ميتته تيدي تتميما للفائدة فائدة بشان بحرك أبو فتو في ميت على جيتشون ما زالت حياته بغير زكاة شرعية جان مراني دوبا ارمتي ميتا خلوناتي في تاوان نساب بانا اكا معارضان قوني يتش ربي حرمت عليكم الميتا خي ميتا ربي حرامي جو وان خلونا في اوان نسنتيني ولل ميتته ربي امت نبيين جو ميتا خلوناتي في تاوان نساب بانا جمع بين الآيات والأحاديث يعني في رواية أبي داود ما مات في البحر فطفى فلا تأكلوه الجزر. ما مات في البحر فطفى فلا تأكلهم ضعيفة يوتات اللي ما مات في البحر فطفى كجيجير مبانا ما مات في البحر فطفى فلا تأكلوهن وانا جاوي جيجير مبانا تقاوس نديني ضعيفة ولل ميتته معرضة قدون دندو جنة أخرجه الأربعة. أقصد بمطابقان حديث علامة إما لفظي وإما معنوي يعني يو لفظي أكا بابا حديث نيجي مطابقان لفظي يعني يومو وان بامني